السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل، صباح الروتين، يا صباح الملوخية اللي أنا بعشقها، بحبها أوي أوي أوي، اللي لازم كل يوم على سفرة رمضان لازم تبقى الملوخية. عملنا بقى ملوخية خضرة وعملنا لها الطشة بتاعتها الحلوة. وهنعمل بقى النهاردة تاني يوم رمضان، ونشوف بقى هنعمل ايه النهاردة في تاني يوم رمضان. عملنا بقى ايه؟ ملوخية زي ما انتم شايفين كده، ملوخية خضرة. وعندي فراخ باقية من امبارح. انتوا عارفين تاني يوم يا اولاد بيبقى بواقي قوي اليوم، حاجة معروف. عندي محشي بيت من امبارح باقي. بصراحة انا كنت مكترة المحشي، والمحشي كان تحفة التحفة بصراحة، كان طعمه حلو قوي. فباقي عندي محشي ورق عنب ومحشي كرنب، وباقي عندي فراخ. بصراحة الاكل كله باقي، وفي بانيه طبعا عشان بنوتي مش بتحب الفراخ الا بانيه. وشيبسي بقى وسلطة، والملوخية طبعا بتاعت اللي انا بعشقها. لازم لازم كل يوم في رمضان على الفطار لازم يبقى عندي ملوخية، بحبها بعشقها. المهم بقى ايه؟ وشوربة لسان عصفور يا ولاد. كل اللي احنا عملناه النهارده بقى جديد، ان انا سخنا الاكل وحمرنا وعملنا بس الملوخيه اللي زودناه. هنا بغرف بقى شوربه لسان العصفور. انتوا عارفين طبعا بقى الشغل واخد كل وقت، فببقى كده باجي في الوقت الضايع، يعني يا دوب بس بلحق اصور لكم كده ايه حاجات خفيفه من اليوم بتاعي عشان اشارككم يومي وتشوفوا بقى احنا بنفطر ايه. وكل ست بقى كده تعرف بقى الواحده اللي بتشتغل وبتشقى يعني وبتتعب وكده، ربنا بيبارك لها في الوقت ازاي. ببقى والله العظيم يا ولاد ربنا بيبارك في الوقت وبيبارك في كل حاجة. ربنا يبارك لي ويبارك لكم يا رب ويخليكم ليا. انتوا بجد اخواتي، وبشكر اخواتي اللي هم انتصبوا معايا في القناة. الانتصاب على فكرة فيه فيديوهات حلوة قوي يا ولاد. إيه وبيسيبوا لي كده تعليقات حلوة. انا بشكركم كتير كتير بجد والله، انتوا بجد اخواتي اخواتي اخواتي. المهم بقى ايه؟ بنغرف بقى نغرف الملوخية طبعا اللي انا بعشقها، بعشق. بص انا هقول لكم قصايد شعر في الملوخية بصراحة، بالذات الملوخية الخضراء. آه، بصراحة لما يكون الاكل متجهز من بالليل او عندك اكل بايت فبيفرق معاكي في الوقت كتير بصراحة. عملنا بقى ايه اللي على البوتاجاز في النص ده؟ دي صينية كنافة بصراحة، بس انا بعملها على البوتاجاز، بس بعملها بتطلع تحفة تحفة فعلا يا ولاد. آه، هنا بقى الزبدة كنت مطلعاها علشان عاملة منها التومة الطشة بتاعت الملوخية. عايزة اقول لكم كان عندي مواعين في المطبخ، بصوا مواعين الدنيا والاخرة بصراحة، فجيت خلصتها كده على السريع. أنا الحمد لله يعني سريعة يا ولاد، سريعة. ومش بيعجبني ان انا حد يقف معايا في المطبخ، يعني انا اقف كده لوحدي انجز واخلص كل حاجة في ساعة زمن تكون كل حاجة خلصان. مش انما اما حد بيقف معايا بقى لا بتلبخ بصراحة، مش بحب حد يقف معايا. هنا بقى بنعمل بطل اليوم بقى اللي هو المحشي اللي مش عايز يخلص. شايفين كنا عاملين حلة كبيرة قد ايه، ولسه والله فعلا نصها كمان مليانة. يعني شوية اللي انا غرفتهم دول ما اكلناهمش كلهم كمان، وباقي ما عندنا كمان محشي. بس احنا بقى ايه، بكرة ان شاء الله هنعمل حاجة جديدة بقى، مش هنقضي رمضان كله محشي. بنوتي بقى بتحب ورق العنب، فعماله بقى تقول لي يا ماما انت غرفت كله كرنب، اغرفي لي بقى ورق عنب. فعماله بقى انقي لها ورقيه العنب واحشايه محشايه. ربنا يا رب يخلي لكم اولادكم ويخلي لكم حبايبكم ويفرحكم بيهم كده يا رب، وتشوفوهم احسن الناس. وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب الرزق الحلال الطيب المبارك فيه. ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب وعلى كل حبايبكم. وربنا يا رب كده يفضل مجمعكم دايما كده يا رب، ونفضل متجمعين ويخلي لنا كل حبايبنا يا رب، اللهم امين. هنا بقى المخلل برضو، هي بتحب الزيتون، عماله بقى انقلها الزيتون من البرطمان. والله العظيم. ده ليمون معصفر على زيتون على مخلل مشكل يعني كده. انا جايباه تشكيل عامه وحاطاه في البرطمان ده. انا كنت عامله محدقه ليمون بس هم حابين الليمون المعصفر والزيتون اكتر بصراحه في رمضان. هنا بقى بحط الشيبسي، بحط الاول شويه كزبره كده تحت في الطبق عشان احنا بنحب الكزبره بنعشقها بصراحه.
وبعدين بحط بقى الشيبس. يعني انا كل يوم بخلص لي ازازه زيت على الشيبس يا ولاد. لازم العيال كل يوم على الفطار لازم نعمل لنا بصوا حله شيبس كده كبيره، يجي 3 كيلو بطاطس ولا حاجه. لازم اهم حاجه عندنا على الفطار الشيبس. يبقى احنا عملنا بقى النهارده فطار تاني يوم رمضان ايه؟ محشي ورق عنب ومحشي كرنب وفراخ وبانيه وشيبسي وشوربه لسان عصفور وملوخيه ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، ويروق لكل الناس كلها يا رب حالها، ويسعدكم ويروق بالكم ويرزقكم بكل حاجة حلوة كده في حياتكم. وتحطوا لي لايك بقى للفيديو وتسيبوا لي تعليق حلوة كده منكم، عشان انتوا بجد غاليين عليا والله. وادخلوا الانتساب فيه فيديوهات حلوة يا ولاد هتعجبكم والله. إيه، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويبعد عننا اي حد مؤذي يا رب، اللهم امين. ويخليكم ليا. اشوفكم على خير، رمضان كريم.